انت جاي تقول لي بعد 10 سنين الكلام فرصه بس انا اكمل كلامي. ده ما هو الالم لما بيجي من حد زيك غير لما يجي من الراجل اللي معدي ده. طبعا. طب انا ما احنا تفهمنا ده، بس ايه لازم تعذرني، لازم تعذرني لان اصل انت عايشتنا فوق ونزلتنا من سبع يا باشا. ما انا بحاول ان انا اساعدك يا باشا. انت مش جبت لي الناس بيتي وجبت لي ناس المزرعه. اشمعنى موضوع احمد امين ده اللي علق معاك وانا برضك الحقيقه ماليش دور غير ان انا ما اعرفش حتى اللي رحنا لهم ولا اعرف اوصل لهم، واخد بال حضرتك؟ لكن اشمعنى ده؟ اشمعنى ما جبتش الجدع لما جبت الجدع القبطي بتاع الصعيد؟ اشمعنى لما جبت الجدع بتاع ورشه الدوكو؟ اشمعنى لما جبت الناس في المزرعه عندي؟ اشمعنى الموضوع كل دول؟ ما هو ليه؟ هقول لك ليه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام عشان نكمل بس فهموه على راي الاسكندراني عشان انا بس مقتنع. اتفضل. واخد بال حضرتك؟ انت حضرتك لما جه الاستاذ التعويني وجه الخبير بتاعها وجه ورحنا على دهشور في موضوع اللي هم الثلاث ماشي ما علينا. ايه اللي حصل بقى؟ واخد بال حضرتك؟ اللي حصل ان انت دلوقتي واحنا راجعين انا نفسي زيكم، انا زيكم ولا لانه انا مش خبير ان شاء الله، وربنا يكبر ربنا يكبر خاطرك جبرا يتعجب له اهل الارض واهل السماء. انا ما قلتلكش كده؟ حصل. علمتك واحنا قاعدين في العربيه مع الجعويني قلت لك قول الكلمه دي ربنا يكبر خاطري جبرا يتعجب له اهل الارض والسماء. لان الراجل عمال زيك يعني اتمنى انه تمام الى ان على فكره الراجل اللي كان جاي ده ما كانش جاي تاجر اثار ولا نيله ولا اي حاجه، ده راجل جاي عامل اتفاق مع وزاره السياحه والاثار ان هو بيأجر قطع اثريه من الحكومه بيدفع لها كل سنه مش عارف كام الف دولار في مقابل انه بعد كام سنه بيرجع حته الاثار بس، وبالتالي ما بقاش في مخالفه قانونيه. طب انت هو الثلاث قطع اللي حضرتك شفتهم دول انت حضرتك بصيت على المسطره انا اعرف وحسستني ان انت فاهمهم وقلت ان خلاص احنا قلت خلاص انا زيك بتفرج على الهرم وقلت يا سيد انت فاكرني خبير في الحاجات دي؟ انت مجنون. انا ايش عرفني؟ انت مش عندك تمييز. ايه خبرتي انا لما تجيب لي كوبري اقول لك الكوبري ده يبني كذا مش عارف، لكن انا ايش عرفني ان الحاجات دي صح ولا مش صح؟ انت بقى انا لما شفت حضرتك ورحت قالع النضاره ورحت شايف المسطره ورحت شايف مش عارف ايه خلتنا ايه. انا اول مره اشوف الحاجات دي، لا مؤاخذه يعني اول مره اشوف الحاجات دي زيك. قلعت النضاره ولا لبست النضاره ما هو زي ممثل كاني بتفرج على عجوبه. وبعدين واحنا راكبين العربيه بالانجليزي الراجل قال لي الحاجات دي فوني. يعني ايه فوني؟ يعني مضروب. قلت له ازاي؟ قال لي ده هم بيستعملوا دلوقتي البتاع ده الحفر بيعملوه بالليزر. واخد بال حضرتك؟